مرحبا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة بال. اكيد اول شي نبدي بيه هي الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. رجعت لكم يا حبايبي بيوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. ممنونة تعليقاتكم بالفيديو مالت البارحة، فديتكم والله بنات، فديت تعليقاتكم، لانه الفيديو مالت البارحة يعني اول شي سريع، ثاني شي معلش تخوض بصف الاستكان كله وتقبلت أنا فديتشن. أريد رب العالمين يعطيكن الصحة والعافية، مثل ما قاعد تجبرن خاطري، الله أريد رب العالمين يجبر خاطركن. اي والله، يعني الفيديو لا كان زين مو زين انت تكتبن تعليق يخبل والله العظيم. فديتكم بنات. اليوم شنو؟ ما اطول عليكن. اليوم شنو يا ام علي؟ همات يا الناس يا الاشعارات. اليوم رحنا للمستوصف، اريد شنو؟ اريد نلقح صادق، فقلت بما انه رايحه ورايح خلي اسوي تحاليل طريقه بعد هو نفس المستوصف. فاخذت باص دخلت للدكتوره قالت لي سوي تحليل. بنات انا هسه بالوقت الحالي ماكو سحبوا من عندي سرنجه دم، يعني عادي ما له علاقه، مو بالصيام، ما اعتقد له علاقه، بس هاي حماي من جابنا بالطريق، الطريق كله يقول لي مالك صيام ومالك صيام. ما يصير. قلت له عمي لا، شنو ما يصير؟ يصير. كان هم قالوا هم يدرون اكيد العالم يعني صايمه، يعني شلون ما صايمه. كان قالوا لي مثلا اجليها او هاي، او سالوني صايمه فاطره، ما سالوني اصلا. المهم انا ابقى على صيامي، الي صيام ما الي صيام انا ظل على صيامي. المهم سويت تحليل مال دم، طلعت خربطات شويه يا الحبايب، فطونا هذا العلاج وطونا علاج من برا. العلاج من برا صراحه لحد الان ما جبته، اخذت بس العلاج اللي من عندهم يعني. هسه دام تجي كان الفيديو شو وقت يعني الظهريه هيجي. هاي البارحه بنات رادوا حلا مال بسكت، فانا عندي بسكت متوفر، عندي قشطه وعندي كاكاو بنفس الوقت وعندي حليب، فقلت ليش ما اسوي لهم اياه. والله بنات طلبوه من عندي قبل الفطور تقريبا بنص ساعه. انه المشكله ما يعذرون، يعني ما يعذرون واحد مثلا سوى كمل الفطور مالته ما بيه حيل، لا ماكو. يعني هاي تقدرين تسوينه شنو؟ تسوينه اقل من ربع ساعه، والله اقل هواي ربع ساعه. ذبين المواد كلها بدون لا تسوين كل المواد بوحدها ولا ابد. ذبي البسكت مالتك، هسه انا هيج طحنته يعني والله صار عليه تاخير. ايش تردي تخفق ذني بوحدهن السائلات، بعدين قلت على اليمن عادي تجيبيه كله ذبيه بالمحضره بالخلاط بنات اذا ما متوفره عندك محضره. خلي البسكت والقشطه والحليب، واذا كان عندك حليب مكثف طبعا شوي انا خليت، لانه ما خليت شكر، فبمكان الشكر خليت حليب مكثف. كان عندي بس هنا أنا ما اوضع عندكم، والله قلت لهم بس تعطون القوطيعه ادخل اراويها للبنات على مود اذا كانت متوفره عندهم يخلنها. الحليب بالتدريج، ما اقول لك قياسات بنات، حليب بالتدريج، لان شنو احنا نريده؟ لا خفيف حيل ولا ثخين حيل. خوش خلينا المواد كلها وين؟ بالمحضره. خليت هنا أنا طبعا خاشوقتين شكر، فاجى زي ضاق لي اياه. بنات يقولون يصير الصايم يضوق، بس احنا والله ولا ضقنا الاكل، عدو احنا صايمين نضوق الاكل نهائيا. هو نخلي اخفاء هي ما اصيغ حلو وهاي، فضاقه هنا زيت كان يقول ماما هذا مو حلو، فخليت له شنو شويه حليب مكثف. عادي تقدرون تخلوا له شكر حليب مكثف المتوفر عندكم بنات. تضربينه بالخفاقه هاي لحد ما تخليه يصير حلاوه. خوش طبعا هنا انا شلت نص من عنده بنات بالطاسه، مو عبال كان كله هذا خليت عليه الكاكاو، لا قسمته قسمين، قسم خليتها بالطاسه اريده يبقى هذا اللون مالته الابيض، والقسم الثاني لا خليت عليه هذا الكاكاو. شو راح نسوي بيه؟ خلاص يعني شوفوا بنات، هاي الحلا لا تحتاج طباخ، ولا تحتاج بيض، ولا تحتاج طحين، ولا تحتاج كل شيء، ما تحتاج ولا زبد ولا كل شيء. يعني مجرد بسكت على قشطه على شويه حليب تطلع عندك النتيجه احلى حلا يخبل بنات، يجنن الطعم مالته. صراحه ذني المعانين اكلوهن بنفس الوقت، يعني بنفس الوقت اكلوهن، ما بقى من عندهن اي شيء. فهنا نجي شو نسوي بعد هذا التزيين؟ شوفي على راحة راحتك تخلين شوية من هذا الأبيض وشوية من هذا الجوزي، شوية من هذا الأبيض وشوية من هذا الجوزي، لحد ما ينترس عندك الماعون. ما حابة تسوين ماعين هيك كبار عادي، بماعين صغار ماكو أي مشكلة، بس أنا صراحة حبيت أسوي بهاي الماعين، لأنه شنو هذا كان على طلب حمودي،
فحمودي قال انا اريد ماعون كبير الي يا ماما وحدي. قلت له تدري البارحه بالليل مهوس عليه تدري ايش يريد؟ بيوم سويت معكرونه بشاميل هو ماكله، خلينا له الماعون مالته وماكله، وظل الثاني يوم ماكله كلا زيت ثاني يوم. فشنو تعال سوي لي معكرونه بشاميل بالليل بنات الساعه 10 بالليل يقول لي تعال سوي لي معكرونه بشاميل. شايفات الضيم؟ قلت له ماما يعني انت عبالك يعني الشغله سهله هيك راسا اسلك معكرونه بشاميل؟ لازم احمس الحشو، لازم اسوي بشاميل، لا اسلق هذا، يعني ما عبالك الشغله هيك. قال اليوم بالفطور اريد صينيه الي بوحدي. تخيلا اليوم محمد يريد صينيه الي بوحده بالفطور. بنات بعد ما تخلين هاي شوفن شويه من الابيض شويه من الجوزي، تجيبين هذا العود مالت الاسنان او هذا العود مالت الطبخ، وبكل سهوله بس تسوين بيها خطوط راح تطلع عندك هاي النقشه اللي تجنن بنات. داروي كان العود يعني خاف مثلا عبالكم شو بمن سويته. هذا العود مالت الاسنان، شوف النقشه والنتيجه شلون اعطتني اياها تخبل. هنا راح اغير شويه بهذا الماعون، مكان ما صارت هاي الورده اللي بالنص جوزي هنا راح اسوي الورده اللي بالنص بيضه. فانت براحه راحتك بنات، والله العظيم ترى اللي تدخل للمطبخ بكل حب والله العظيم تتفنن بنات بيه، تتفنن بيه. حتى لو تعبانه مالك خلق صايمه ظروف الحياه ماكو مشكله بنات، بما انه الحياه مستمره فلازم احنا نقوم ونوفر الجهالنا كل اللي يحتاجونه. والله العظيم ما يوم فطروا الى ما اكو ماعون مال حلا بنات صراحه، يعني مو الكل انا قاعده اشارك لكم به، لان الحلا اللي انزل لكم اياها فبورا يومين اسويها فما اشارك جنبيها. هسه مثلا هذا اليوم انا هم يردون من عند الحلا قوموا هماتين باكر انزل كان اياها متمله، فيوميا لازم شنو بالسفره مالت الفطور ماعون او ماعونين مال حلا. احنا نحاول بهاي الفتره ننوع بالحلا الموجود عندنا والمتوفر عندنا يا حبايب قلبي. طريقته كل سهله بنات، انصحكن تسوونه. هنا أنا تقريبا يعني بلش الوقت مالت الفطور، فشي اكيد الترمس العصير. هذا العصير دا اسالهم عليه اقول لهم شو السنه ما حد جاب لنا من هذا العصير، هاي البطاله اللي يبيعوها البطل بألف مال برتقال مال رمان شوش حجب ما حد جابه والباحة جابوا بطل. بس والله بنات شو مو طيب، كانوا العام يجيبونه يخبل هذا مالت البرتقال، ما اعرف لين هذا مالت الرمان والله ما اعرف. المهم فمن جابوه ما حيل عجبني. فأنت نقول لي بنات شنو سوقتوا ما سوقتوا بهاي الظروف يعني، ناويين تسوقون ولا ان شاء الله ماكو شي بنات؟ ان شاء الله ان شاء الله ماكو شي بحق محمد وآل محمد، ما دام احنا رب العالمين واهل بيته فاحنا ان شاء الله ماكو شي. بس شنو احنا عندنا شويه الحجي يعني ابو علي الولد خوفه، الولد يشتغلون بمحل مال جمله، فقالوا له بابا ماكو يعني ابو الجمله رايح لي دا يجيب من المخازن مسواق فما لاقي يعني، فلهذا خوفوه الولد قال لهم بابا باكر نص ساعه راح اجيب مسواق واجي. فهنا شنو جاب لنا؟ جاب لنا تقريبا 7 قواطي او 6 قواطي معجون، وانا عندي 3 قواطي هماتين قبل ساعه، كان 4 انا كاسره واحده دا استخدمها. وجاب لنا هنا تنكه دهن بنات، قلت له ابو علي هي مال دهن يابا مو مال دهن السالفه مال زيت. بس الزيت بنات تدرن البطل الزيت صاير بيش كل صاعد السعر مالته. جاب لنا بنفس الوقت كونيه مال تمن. احنا طبعا عندنا انا مو جبت تدرون بدايه رمضان بعدني لحد الان قاعده استخدمها، بس قلت لكم شويه الولد خوفه قالوا له جيب بابا شكو بيها. هو بنات حتى ذا يعني لا سامح الله ماكو شيء، ترى مجرد بس الاسعار تصعد ماكو شيء ان شاء الله، بس مجرد هم الاسعار كيفهم هم بعد يصعدون ينزلون تظل السالفه يمهم هاي، من يقدر يقول لهم لا من يقدر يقول لهم هاي. فبس الاسعار بس من هاي الناحيه مال الاسعار تصعد الواحد المفروض يجيب له كم شغله اللي محتاجهم كلش ضروري، اللي موجود عنده ماكو داعي يجيب بنات. اكو عوائل ما تطبخ دائما فالمواد عندها متخزنه اصلا، يعني مو مثلنا احنا طبخنا باستمرار، فمن هذا تلقون المواد عندنا يعني دائما تخلص لان الطبخ باستمرار. هنا خمره جاب ملح، وهنا كانت الباحة الماعين مالت الفطور. ولهنا وينتهي الفيديو مالتنا ونقول لكم احبكم هواي، مع الف سلامه حبايب قلبي.